بيبدأ فيلمنا في السويد مع أرتن اللي بيدخل مركز رعاية صحي وبيطلب انه يقابل مراته السابقة لويز، لكن عاملة الاستقبال بتطلب منه ان هو ياخد رقم ويستنى دوره لانها مش بتكون عارفاه كويس، فبيضطر أرتن ان هو يوافق وبيكون باين عليه ان هو متوتر جدا، وفعلا بياخد رقم وبينتظر. بعد وقت كبير من الانتظار بيجي دوره بيعرف الموظفة ان هو زوج لويز وعايز يقابلها عشان موضوع شخصي، فالموظفة وقتها بترفض لان لويز معاها مريض دلوقتي. فساعتها بيتعصب أرتان جدا وبيطلع مسدس وبيهدد بيه الموظفة دي عشان تخليه يشوف مراته، وهنا لويز بتطلع على صوت الصريخ اللي بقى مالي المكان وبتتصدم لما بتلاقي أرتان ومعاه السلاح، وبيعرفها أرتان ان هم كانوا المفروض يتقابلوا في كافيه وهي ما جاتش في الميعاد، فبتعتذر لويز وبتقوله ان هي انشغلت في الشغل مش اكتر من كده. لكن أرتان بيبقى حالته صعبة جدا وبيسألها عن مكان بنتهم وبياخدها على أوضة من الأوض وبيبقى متضايق جدا بسبب ان هي خدت بنته منه، فبتعرفه لويز وهي منهارة ان البنت في بيت أهلها، فبيطلع وقتها أرتن معاها علشان يروحوا على هناك وياخدوها، وساعتها بيجي طبيب عشان يتكلم معاه هو ولويز فبيضربه هو كمان، لكنه بيتفاجئ ان الناس بلغوا الشرطة والمكان كله بقى متحاصر. وهنا بقى بتتحول الخناقة اللي كانت بين الزوج والزوجة لعملية احتجاز رهائن في إحدى المنشآت الحكومية، والتليفون ساعتها بيرن فجأة والكل بيبقى مترقب اللي هيعمله أرتن، خصوصا ان هو ما كانش مخطط لحاجة زي كده من الأساس، فبيتطوع الدكتور اللي ضربه أرتان وبيرد هو على التليفون، وبيفهم ساعتها ان هما الشرطة وعايزين يتكلموا مع أرتان، فبيزعق أرتن جامد وبيطلب منه ساعتها ان هو يقفل السكة، فبتحاول لويز ان هي تهديه وتخليه يسيب المسدس قبل الموضوع ما يكبر عن كده، لكن وقتها أرتان بيرفض جدا، ولما بيرن التليفون مرة تانية بيطلب من الممرضة ان هي تجيب ورقة كبيرة وتكتب عليها علشان يوريها للشرطة، وساعتها اللي بيشوف الورقة دي هو الشرطي لوكاس، وبيفهم من الكلام اللي مكتوب فيها ان أرتن عايز شرطي يطلع له المركز بدون ملابس ولا سلاح، ولما بيبلغ لوكاس الإدارة عن اللي بيحصل ده بيعرفوا ان الأمن الوطني هيوصل بس قدامه شوية وقت، فبيقرر ساعتها لوكاس ان هو يطلع لأرتن عشان يفهم ايه الحكاية بالظبط، وفعلا بيدخل لوكاس وهو ماسك هدومه في ايده لحد ما بيتأكد أرتن ان مفيش اي أسلحة فيها، وبيلبس لوكاس هدومه من تاني وبيعرف ساعتها ان مفيش اي حد خالص اتأذى بسبب أرتن لحد دلوقتي، فساعتها بيطلب أرتن من لوكاس ان هو يجيب له عربية بمواصفات معينة عشان يقدر يتحرك بيها من المكان، لكن لوكاس بيكون عايز يشوف الشنطة اللي على ظهر أرتن الأول علشان يتأكد ان مفيهاش اي أسلحة او قنابل، فبيديها له أرتن وبيتصدم لوكاس لما بيفتحها وبيشوف اللي فيها، وبيدي بعد كده الشنطة تاني لأرتن وبيأكد له ان هو هيحاول يتصرف له في موضوع العربية اللي طلبها، ولما بيحاول لوكاس ان هو يهدي أرتن عشان يسيب المسدس من ايده، أرتن برضه بيفضل رافض ان هو يسيبه وبيأكد له ان هو هيقتل لويز ويقتل نفسه بعدها لو حصل اي حاجة غلط. وهنا بقى لويز بتقول له ساعتها ان أرتن كان عايز بنتهم مع ان هي خدت الحضانة بتاعتها، لكن أرتن بيتعصب تاني عليها وبيقول لها ان هي اللي دخلته السجن وخدت ساعتها بنته منه، فبيفهم لوكاس ان هي مشكلة عائلية مش اكتر من كده ومفيش اي خوف على ارواح الناس الموجودة في المكان، لكن مع ذلك بيرفض أرتن ان لوكاس ينزل يتواصل مع زمايله وبيطلب منه ان هو يخليهم يطلعوا ويتكلم هو معاهم من على الباب لان هو خايف انه يعملوا له كمين. وفي اللحظة اللي بيكونوا منتظرين فيها باقي افراد الشرطة عشان تطلع بيطلب لوكاس من أرتن انه يخلي باقي الناس اللي موجودين في المركز تنزل، فبيوافق أرتن على طول لانه مش همه اي حد غير لويس اصلا وبنته، لكن الممرضة بتقرر ان هي تفضل مع لويس علشان تساعدها لو احتاجت اي حاجة. لما بتطلع الشرطة بيتكلموا مع لوكاس عن طريق الكتابة لانهم بيكونوا فهموا خلاص اللي بيحصل جوه، وبيعرفوه ان أرتن اتسجن 3 شهور بتهمة الاعتداء وان اصل المشكلة اللي حصل دلوقتي كان بسبب حضانة بنته مش اكتر، فبيطلب منهم لوكاس ان هم يجهزوا عربية زي ما أرتن طلب لان هو متوتر جدا جدا وممكن يتهور ويقتل لويس فعلا، وبالفعل بينزل أرتن وهو حاطط المسدس على رقبة لويز ومستخبيين تحت ملاية كبيرة، وده لان أرتن خايف ان في اي حد منهم يضرب نار عليه، وبيوصلوا للعربية فعلا من غير اي مشاكل، واللي بيبقى سايق العربية دي هو لوكاس، وبيبداوا ان هم يتحركوا بالعربية دي لحد ما أرتن بيطلب من لويس ان هي تعرف لوكاس عنوان اهلها عشان يروحوا على هناك على طول، وفي الوقت اللي هم ماشيين فيه على الطريق بيلاقي أرتن ان في عربيات شرطة كتير ماشية وراهم وبيبدأ ان هو يقلق ويتوتر تاني، لكن لوكاس بيهديه وبيأكد له ان هم موجودين بس علشان يتأكدوا ان كل حاجة تمام ويوفروا له الحماية لو حصل اي حاجة مش اكتر من كده. لما بيلاحظ أرتن ان لوكاس بيسوق ببطء شديد بيعرفوا ان هو هيبقى حاطط المسدس على دماغ لويس طول الطريق، وانه لو سرع اكتر من كده ممكن يحصل اي حاجة غلط ويقتل لويس من غير ما يقصد، خصوصا ان هو هيبقى رافض تماما انه يبعد المسدس عن دماغها. وبعد كده بيسمعوا في الاخبار اللي بتتكلم عن اللي حصل في مركز الرعاية، وبيعرف أرتن ان الاعلام بيقول ان هو معاه قنبلة في الشنطة، فبيبقى متضايق جدا جدا
لان لوكاس عرف ان مفيش اي حاجه في الشنطه لما فتحها. ولما بتتواصل الوحدات مع لوكاس عشان يتاكدوا من الموضوع ده، بياكد لهم لوكاس ان مفيش اي حاجه من اللي بتتقال دي صح. وبعد كده بنشوف ارتان وهو بيتكلم مع لويس في الطريق، وبيقول لها ان هي طردته في الشارع وبعدها دخلته السجن بسبب ابوها، ولانه دخل السجن قدرت ان هي تاخد حضانه البنت منه. وبنعرف بعد كده ان هو دخل السجن لانه كان بيتكلم مع ابوها وفجاه وقع على رجليه واتكسرت، لكنهم قالوا في المحكمه ان ارتان هو اللي زقه وعشان كده ده كان سبب في ان هو اتسجن. وهنا بيقاطعهم لوكاس وبيعرف ارتن ان البنزين اللي في العربيه خلاص هيخلص ولازم يقفوا عشان يزودوا بنزين. فبيتعصب ارتن لانه بيفتكر ان الشرطه كانت قاصده تعمل كده عشان يقدروا يسيطروا عليه، لكن لوكاس بيفضل ياكد له بكل الطرق ان هم ما كانوش قاصدين ولا اي حاجه، وان هم لازم فعلا يقفوا عشان يقدروا يكملوا طريقهم. وساعتها بيبلغ كل الوحدات ان هم يقفوا عند محطه معينه للوقود، فبالفعل باقي العربيات كلها بتسبقهم على هناك. لكن لما بيقرب لوكاس من المحطه وبيشوف ارتان عدد الشرطه الموجودين، بيرفض ان هم يقفوا وبيجبر لوكاس ان هم يكملوا الطريق بتاعهم، وبيعرفوا ان في محطه تانية قدام ممكن يقفوا عندها بعد كده، وده لانه كان خايف انه يكون ده فخ فعلا معمول له. وفعلا بيقفوا في المحطه التانية وبينزل لوكاس عشان يزود البنزين، وبيبقى واضح على ارتان ان هو متوتر وخايف جدا، وبيبقى رافع السلاح على لويس بمنتهى الاصرار عشان لو حصل اي حاجه يضرب عليها النار على طول. وبيكملوا بعد كده في طريقهم لبيت اهل لويس. وفي الوقت ده ارتان بيسال لوكاس لو كان متجوز او لا، فلوكاس بيرد عليه وبيقول ان هو عنده طفلين من زوجته السابقه واللي سابها بعد سنين كتير من الحب بسبب ان هما ما بقوش متفاهمين مع بعض. فساعتها بيبدا ارتان ان هو يحكي له عن كل الحاجات اللي عملتها لويس معاه، زي ان هي مثلا في وقت من الاوقات خدت بنتهم وطلعتها في عز البرد وكانت خلاص هتموتها، فبترد لويس على كلامه وبتقول له ان هو كان بيلعب قمار كتير وبيخسر، وانه كمان خانها قبل كده مع واحده من الشارع، وكانت حجه ارتان ان في الوقت ده كانت لويس ما كانتش مهتميه بنفسها وعندها مشاكل كتير. وساعتها الاتنين بيمسكوا في بعض وبيفضلوا يتخانقوا لحد ما بيتدخل لوكاس تاني وبيهدي الوضع ما بينهم شويه. فبتبدا لويس ان هي تعيط وبتقول لارتن ان هي كانت بتعاني من الزهايمر وحاولت تتعالج منه كتير، علشان كده ما كانتش بتعرف تتعامل مع بنتهم بشكل كويس. وبيبقوا اخيرا خلاص وصلوا لبيت اهل لويس، وبيطلب ارتن من لوكاس ان هو ينزل يجيب بنته ويجيله، لكن لوكاس بيبقى قلقان وبيعرفه ان ما ينفعش الطفله تركب العربيه وسط الاجواء اللي هم فيها دي، لكن ارتن بيفضل مصمم خصوصا بعد ما ابو لويس بيظهر على باب البيت. فبينزل ساعتها لوكاس عشان يتكلم معاه، وبيرجع بعد كده لارتن عشان يعرفوا ان الاب عايز يتكلم معاه شويه. فبيطلب منه ارتن ان هم يدخلوا في الجراج اللي موجود في البيت ويشوف هو عايز منه ايه. وبيظهر وقتها الاب قدام ارتن وبيفضل ساعتها يقرب منه وبيشتمه بسبب التصرفات المتهوره بتاعته، وكمان بيعرض عليه فلوس مقابل ان هو يبعد عنهم للابد. لكن ارتن مش بيبقى عايز غير بنته وبس. وهنا بتتدخل ام لويس وبتعرف الكل ان اختها اخدت الطفله وخرجت وزمانها راجعه، وبتبدا هي كمان توجه كلام قاسي جدا للويس وبتعنفها بسبب اختيارها لارتن من البدايه رغم معارضتها للجوازه دي. ومن كتر ما الكلام كان صعب على ارتن نفسه بيتضايق جدا وبيطلب منها ان هي ما تكلمش لويس بالطريقه دي. ولما اختها بترجع ومعاها بنته بنكتشف ان هو بيطلع من الشنطه اللي كانت معاه لعبه كان جايبها لطفلته مش اكتر، وعشان كده بنفهم ان لوكاس كان ماشي معاه بكل هدوء طول الوقت ده لان هو فهم ان هو مجرد اب عايز يشوف بنته مش اكتر من كده. وبيكون ارتن عايز يركب بنته العربيه وسط اعتراضات من كل الموجودين لحد ما ابو لويس بيظهر تاني وبيكون معاه بندقيه وعايز يقتل بيها ارتن. لوكاس ساعتها بيتصدم من تصرفات الاب ده وبيهجم عليه وهو متضايق منه جدا لحد ما بيقدر ان هو ينجح فعلا انه ياخد منه البندقيه دي قبل ما يعمل اي تصرف يندم عليه. وبيركب بعدها العربيه مع ارتن ولويس والطفله وبيكملوا طريقهم تاني. ولان ارتن مش بيكون مخطط لكل ده اصلا فبيطلب من لوكاس طياره توصلهم لبلد معينه، ففعلا بيتواصل لوكاس مع القياده وبيعرفهم بطلب ارتن ده. لكن بعد شويه بيتكلم مفوض من الامن الوطني مع لوكاس وبيطلب منه ان هو يسلم اللاسلكي لارتن، وبيعرف ساعتها ارتن ان مفيش اي شركه طيران هتوافق ان ارتن يطلع عليها وهو مسلح ابدا. فوقتها بيرد ارتن عليه وبيقول له ان هو طالب طياره خاصه اصلا. بيسلم ارتن اللاسلكي للوكاس وبيأكد له ان هو مش هيتكلم مع اي حد تاني. وبعد شويه بيتصل المفوض وبيعرفهم ان الطياره الخاصه الوحيده مش متوفره دلوقتي، فبيفكر ارتن شويه وبيطلب عباره عشان تسفرهم بولندا عن طريق البحر. فبتبدا لويس ان هي تعيط لانها هتخسر حياتها بالكامل وكده خلاص هتضطر ان هي تسافر مع واحد مضطرب نفسيا لبلد هي ما تعرفش عنها اي حاجه من غير اي هدف. بس بيبقى الطريق للعبارة هياخد 6 ساعات قيادة، فبيضطر لوكاس ان هو يوافق ارتن على اي حاجة لحد النهاية. وفي الطريق بيبدأ لوكاس ان هو يحكي عن علاقته المضطربة بابنه المراهق بسبب ان هو خان مامته في يوم من الايام، وان ابنه المراهق ده شافه وهو بيعمل كده. وبيعرف ارتن كمان ان بكرة المفروض كان هيبقى عيد ميلاد ابنه وانه كان ناوي ان هو يحتفل معاه، لكن بالشكل ده مش هيحتفل ولا اي حاجة لانه ببساطة دلوقتي بقى مع ارتن لحد ما يشوف نهاية اللي هم فيه ده هيبقى ايه. وفجأة وهم ماشيين بيلاقوا حاجة بتتحدف عليهم والكل بيتصاب بالتوتر، لكنهم على
على طول بيكتشفوا ان هم مجموعه من قطاع الطرق اللي بيحدفوا بيض على العربيات اللي معديه، فبتترعب لويز جدا من اللي بيحصل ده لان ارتن كان ممكن يموتها غصب عنه، وبتبدا تقول لهم ان هي بتاخد حبوب لامراض كتير جدا عشان تقدر تتابع حياتها بشكل طبيعي. تدخل في نوبه من العياط والانهيار تاني بسبب كل اللي بيحصل ده، وبيكملوا بعد كده طريقهم لحد ما بيوصلوا للمينا اللي فيها العباره اللي هتسفرهم بولندا. بيعرف ارتن ان هم هيستنوا شويه لحد ما القبطان يجهز وبعدها يتحركوا على طول، وبيطلع ساعتها تليفونه وبيديه لوكس وبيطلب منه ان هو يكلم ابنه عشان يهنيه بمناسبه عيد ميلاده. وفعلا بيتصل لوكس بابنه وبيفضل يعتذر له عن كل المشاكل اللي حصلت ما بينهم، لكن فجاه لوكس بينهار وبيفضل يعيط لما بيفتكر ان ابنه وهو بعيد عن بعض بسبب غلط هو ارتكبه. وهنا وقتها القيادات بتتواصل تاني مع لوكس وبيعرفوا ان القبطان رفض ان هو يطلع راجل مسلح على متن العباره، وده لان هو شايف ان كده هيبقى في خطر على باقي الركاب. وساعتها ارتن بيطلب من لوكس انه يطلع بره شويه عشان يتكلم مع لويز على انفراد، فبيحس لوكس ان ارتن بدا يهدى وبيفكر دلوقتي بعقل، وفعلا بيسيبهم في العربيه وبينزل. وبنشوف لويز وهي بتقلع السلسله بتاعتها وبتديها لارتن، وبتعرفه ان العلامه دي هي اول دقات قلب لبنتهم، وبتنهار برضه من العياط وهي بتقوله ان هي كانت رايحه عشان تقابله في الكافيه زي ما هم اتفقوا، لكن راحت عليها نومه غصب عنها، وبتعتذر ان هم مش هينفع يكونوا مع بعض تاني، لكنها عمرها ما هتحرمه برضه من ان هو يشوف بنته في اي وقت هو يحبه. فهنا ساعتها ارتن هو كمان بيقول لها انه مش عايز من الدنيا اي حد غيرهم، وبيبص تاني حواليه وبيشوف رجاله الشرطه اللي موجوده في كل مكان، وبيقرر وقتها انه يرمي خزنه المسدس اللي معاه وهو منهار، وبيسلم المسدس بعد كده للويز اللي بتبقى خلاص كده اطمنت ان ارتن رجع لعقله تاني، وبترمي المسدس من شباك العربيه، وده عشان تفهم الشرطه طبعا ان ارتن خلاص ما بقاش مسلح ومش خطر ولا حاجه. وهنا بيقرب الاتنين من بعض وهم منهارين من العياط وسط نبرات الاعتذار من كل واحد فيهم، لان الوضع اللي هم وصلوا له ده هم الاتنين اتسببوا فيه مع بعض. والشرطه بعد كده بتقرب من العربيه وبتسحب ارتن بسرعه بره العربيه وبترميه على الارض عشان يكلبشوه ويسيطروا عليه، خصوصا بعد اليوم ونص اللي عاشوهم في رعب ان ارتن يتجنن ويعمل اي حاجه في لويز او بنتها. وبيبص ارتن المره الاخيره على لويز وبنته وهو بيضحك بعد ما خلاص فهم منها انه في اي يوم هيحب يشوف بنته هيقدر يعمل كده، وبكده بيكون فيلمنا خلص.